وردنا منذ قليل خبر حزين عن المطربة المصرية أنغام. عملية جراحية كبيرة ونقل أنغام إلى المستشفى في حالة صحية طارئة. بكاء وانهيار أسرة أنغام لحظة دخولها غرفة العناية المركزة بعد مضاعفات أصابتها بعد إجراء عملية جراحية كبيرة. تفاصيل هنوضحها لحضراتكم النهاردة أعلنتها أسرة أنغام على صفحتها الرسمية، وعن وعكة صحية خطيرة جدا للفنانة والمطربة أنغام وانهيار أسرتها وكل محبيها لحظة تلقيهم هذا الخبر الصادم. تابعونا كده نشوف التفاصيل داخل الفيديو، بس من فضلكم ادعمونا بلايك، ولو اشتراك هيكون شرف لينا تواجد حضراتكم الكريم في قناتنا. النهاردة المطربة أنغام ومنذ ساعات بسيطة تصدر اسمها محركات البحث وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة إن الفنانة أنغام كانت منذ أيام بسيطة بتعلن عن تقديمها للعديد من الحفلات وعن سفرها بالخارج لإحياء مجموعة من الحفلات. والنهاردة وسط صدمة كبيرة جدا اسمها تصدر محركات البحث بنقلها المستشفى في حالة متدهورة، وانتشرت أخبار بأنها تعرضت لحادث سير أليم، وفور نقلها المستشفى أعلن الطبيب بضرورة إجراء عملية جراحية خطيرة. تعرضت الفنانة والمطربة أنغام لدخولها المستشفى وإجراء عملية جراحية خطيرة. كتبت منذ قليل الصفحة الرسمية للمطربة أنغام أنها تعرضت لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية أدت إلى مضاعفات تطلب احتجازها بالمستشفى، وهي حاليا ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية في وضع حرج للغاية. حاولت الفنانة أنغام إنها توفي بكل التزاماتها الفنية في الأيام الماضية، لكن للأسف أصابها هذا المرض الخطير وهي حاليا بمضاعفات خطيرة اضطر الأطباء لوجودها تحت الرعاية في حالة حرجة للغاية. الصفحة الرسمية اليوم ومديرة أعمال الفنانة والمطربة أنغام تتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حاليا، وذلك بسبب عدم استقرار الوضع الصحي. وكتبت: نرجو من كل محبين الفنانة والمطربة أنغام الدعاء لها بالشفاء، لأنها للأسف في وضع حرج للغاية. دعوتكم لها وإن شاء الله ترجع لأسرتها ولكل محبيها بالسلامة، لكن للأسف هي حاليا داخل المستشفى بوضع حرج جدا.